السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي. اليوم جبت لكم وصفة البكبوكات تاع الشرق الجزائري وبمرق أحمر. تبعوني في طريقة التحضير مباشرة بدون إطالة. بسم الله، نحط الزيت، قليل من الزيت، وكذلك نحط البصل، حبة تكون حبة كبيرة، نحط معاها سنات ثوم، وعندنا لهنا الرند والحار، اللي يحب الحار يديرو. نقليهم شوية ونضيف التوابل. عندي لهنا التوابل، فلفل الحار، وعندي فلفل العكري، عندي التوابل البكبوكه، عندي لهنا الكرويه، الفلفل الاسود، راس الحانوت، الملح والكرويه كذلك ما ننساش نحطهم لهنا كامل. يتغلوا شويه ومن بعد نضيف البكبوكه عفوا. كل واحد كيفاه يديرها. انا غليتها نصف تغليه، يعني غليتها في الماء والملح. عندي لهنا البكبوكه قطعتها بهذه الطريقه، وكل واحد كيفاه يقطعها، يعني هذه حريه اختيار وكذلك اذواق. نحطها كامل، قطعتهم شوي شوي ريه، شوي كرشه، شوي الشحمه تاع الدواره، يعني تاع المصور. عندي كذلك لهنا الطماطم المصبرة، نضيف لها كمية مغرفة أو مغرفة ونص، واللي عندها طماطيش تاع الحب تضيف لها كذلك. نضيف لهنا حبة أو اثنين طماطيش حب مرحية، نزيد لها كمية من الماء، يكون من الأفضل ساخن، ونخليها تطيب. دوكا كما راكم تشوفوا فيها راهي تغلي، نقطعها ونخليها تطيب. دوكا كما راكم تشوفوا فيها راها واجده، ونضيف لها كمية من الحميصة تكون طايبة. أنا درتها طايبة، يعني في آخر اللحظة تلوحوها، يعني تضيفوها. كانت عندي في الكونجيلاتور، يعني انا عندي هذه الكميه. اذا حبيتوا تزيدوا يعني تزكيوها تزيدوا، ربما انا هكا تكفيني. واذا حبيتوا يعني كما نقولوا تضيفوا لها بطاطا ولا اي حاجه، والشي اللي تاكلوه تقدروا ديروه. يعني هذه قضيه اذواق، اللي يحب يدير واش يحب ياكل يدير. انا راهي قريب توجد معايا، نضيف لها كميه من الدبشه، وفي الاخير نضيف لها المغرفه الصغيره تاع الكمون. ما تكثروش الكمون، لان الكمون راهي المرقه تاعكم تجيكم مره. ونضيف كذلك الجوه تاع الفلفل الحار اختياري. ونخليها تكمل تغلي شويه. كما راكم تشوفوا البكبوكه نتاعي انا جات ما شاء الله، جات خاثره. حبيتوا تزيدوا لها يعني المرقه بزاف، تزيدوا لها. حبيتوا تخثروها خثروها، ليسونسيال انا راهي وجدت معايا، ونسلبي لكم منها شويه وتشوفوها كيفاه جات. بسم الله.
كما راكم تشوفوا راني سربيتها وجات جاهزه معايا، جات خضراء. نضيف لها قليل من الدبشه كتزيين خفيف. وطبعا عندنا لهنا حبه تاع الليمون كذلك اللي يحب الليمون، وكذلك رافقتها مع سلطه ورافقتها مع رخصاص، كل واحد كيفاه يبغي ياكلها. ليسونسيال نقول لكم ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. ما تنسونيش في الاشتراك للقناه مع الاحباب والاصدقاء، والى الملتقى ان شاء الله.